لما حد يبعت لك في حل مشكلة وتبقى شايف نفسك ان انت مش هيتسمع لك، مش عشان انت مش بتفهم او انت مش حكيم في رأيك، لا. الناس دلوقتي بتسمع اللي معاه فلوس او معاه سلطة او بلطجي، بتخاف منه. الناس بتحب الطيب لكن ما بتحترمهوش، وبتكره الصايع لكن بتحترمه وتخاف منه. سبحانك يا رب، بقينا عايشين في مجتمع غريب. فما تلاقي نفسك انت من الناس الطيبين اللي ما حدش هيحترم كلمتك، اكرم لك ما تروحش. حتى لو دعاك 1000 مرة لحل المشكلة، قول له لا والله تعبان مش هقدر مش فاضي، او قول له بصراحة ان انتوا ما بتحترموش الا اللي معاه فلوس او سلطة او صايع. فانا لا ده ولا ده ولا ده، لان القعدة اللي ما تتسمعش فيها وما بيبقاش ليك لازمة فيها ما تحضرهاش وما تقعدهاش، لانك مش هتحل ولا هتربط، وهتلاقي نفسك ماشي زعلان في الاخر، لان مفيش حد من الطرفين احترمك. فاحترامك لنفسك اهم وافضل انك تروح وما يتسمعش كلامك او تتهان في القعده. يتوب علينا ربنا.